اهلا بكل المتابعين في قناة مع منى. يا ريت قبل ما اتكلم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك وشير وتفعيل الجرس علشان كلامي يوصل لعدد كبير من الناس. النهاردة هتكلم في موضوع مهم، خليكوا معايا. هتكلم عن نبات بيسموه محصول القرن 21. اسمه ايه النبات ده؟ النبات ده اسمه الكازافا. ده بديل للقمح. رئيس مركز بحوث في مصر هنا اهتم بيه قوي، ونجحوا في أبحاث وفي زراعة النبات ده في مصر. لمدة 2 عملوا الأبحاث دي ونجحوا فعلا في الزراعة في مصر. وكمان مهم ليه؟ علشان احنا بنستورد قمح زي ما انتوا عارفين من بره، وعايزين يخفضوا الفجوة والمشكلة من القمح. النبات الكاسافا ده بيتحمل حرارة عالية، ودي حاجة كويسة عشان احنا مناخنا مناخ حرارة عالية. كمان عايز سماد منخفض، وده هيكون جاذب للمزارعين المستثمرين بعد كده يزرعوه في أراضي كتير. النبات ده مزروع في 100 بلد قبل كده. العالم كله مهتم بيه لأنه انتوا عارفين الحبوب غالية في العالم كله، مش في مصر بس. وبالذات كمان القمح خاصة القمح غالي. فالنبات الكازافا ده بديل للقمح، وكمان بديل لدقيق القمح. والدقيق اللي بيطلع من النبات ده بيطلع برضو عالي الجودة ومش غالي. عالي الجودة مش غالي زي القمح. توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO بأن يكون النبات ده هيكون محصول القرن 21. يعني نبات مهم جدا. ده طبعا خبر حلو جدا لمصر، إنه ممكن يتزرع بديل القمح هنا في مصر. في آخر الحلقة يا ريت تشتركوا في القناة، متنسوش تعملوا لايك وشير وتفعيل جرس، واتفرجوا كمان على فيديوهاتي القديمة، واستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.